بن جابر ظهر شخصيه. كريستيانو رونالدو 10 مباريات كامله بدون تامه، المباريات الكبرى، الدورات بأشواطها وبدقائقها وبثوانيها. الرجل لم يستطيع أن يسجل ولا هدف للمنتخب البرتغالي. الصيام ل10 مباريات كاملة بالنسبة لنجم عالمي مثل كريستيانو رونالدو هو شيء مثير للخجل بالنسبة لرونالدو. واليوم تخيل في 90 دقيقة فرضت عليه رقابة مشددة، لم يستطع التحرك، ظهر مخنوقا ولم يقدم أي شيء ولم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاثة. في صورة المنتخب البرتغالي، هل قدم المنتخب البرتغالي مباراة كبيرة اليوم؟ البرتغال سيطرت وصنعت ولحقت. وش سيطرت؟ قدموا مباراة مليحة. شفتوا المباراة؟ استحواذ البرتغال. شفتوا المباراة؟ لعبوا مليح المنتخب البرتغالي. كاين بعض الفترات ماشي على السيطرة، ماشي على السيطرة، كانوا خطيرين المنتخب البرتغالي. ما كانش ديزوكازيون بزاف كان سيطروا لكن على المباراة. محمد شوف المنتخب البرتغالي اليوم انت رشحته الفوز بكأس العالم. خلينا هذا من بدينا. انت الارجنتين في 2022 خسرت مع السعودية وفازت بكأس العالم. مازال هذه الدوره لازم لها نفس طويل، مازالها يعني مازالك مأمن به بالمنتخب. مأمن به اكيد، عنده تشكيله من اقوى التشكيلات في العالم. ولماذا ظهر بهذا الوجه الشاحب؟ المباراه الاولى هذه هي المباريات الاولى دائما تقريبا. لكن رونالدو مباراه العاشره وليست الاولى، امين الذي لا يسجل فيها. 41 سنه محمد. 41 سنه انت واش راك تستنى رونالدو كيما كان صغير يروح يدرب لهم كاع ولا يدير اساسي؟ مادام موجود اساسي الاخضر الجالي المدرب اللي نعم مادام موجود اساسي يعني عنده مكانه في المنتخب البرتغالي، لا تمنح له المكانه الاساسيه هكذا مجامله. مش مجامله ولكن السن عنده دوره. زيد رونالدو لما يكون هكذاك لو ماركاج 90 دقيقه ستريكت ماهوش سهل كذلك باش تكون نفسك فرصة. ولكن يعني كي نتكلموا على الكونغو والنتيجة اللي دارها هذا اللي عطانا شوية حسرة احنا على الفريق الوطني، باسكو جو بونس رانا في الجولة الرابعة اليوم ولا الخامسة، شفنا باللي عدة فرق قدرت توقف ند الفرق الكبرى. مصر مع بلجيكا، نعم. الكونغو مع نعم. البرتغال، المروك نعم. مع البرازيل، نعم. شكون ثاني؟ الكوت ديفوار فازت، بقات برك غانا مازال ما دخلش وهذا الشيء اللي خلانا احنا تاريخ نطمع، لان احنا لما تشوف لا كاليتي انديفيديوال تاع اللاعبين تاعنا ممكن احسن من اللاعبين من المنتخبات الاخرى. احنا خصتنا هذيك لانياك، لو كان جات لانياك عندنا لعبنا بلانياك سورتو كونت اون با البالون، خاصه لما ما يكونش عندنا الكره. انا نظن باللي تما اللي كنا قادرين، وان شاء الله لي بروشين ماتش يعاودوا يطرابيو لوكو. نعم. لماذا سقطت البرتغال اليوم في فخ تعادل يا سامر؟ سقطت لان قابلت فريق منظم جيدا وفريق اللي ما قعدش غير في الخلف، قدر فاني ينقل الخطوره لجهه مرمى المنتخب البرتغالي. اليوم شفنا ماشي غير قاعد يدافع، كونتر كان حتى فاني فرض منطقه الفريق الكونغو. أنا نقول لك رغم الأسماء الكبيرة والعديدة في المنتخب البرتغالي ما قدروش أنهم يفوزوا على الفريق الكونغو. وتبقى ديما بداية البطولة، لأنه ديما باش تدخل في النسق وتدخل تكون عندك الفورمة لازم لك تتخطى الجولة الأولى. وزيد فاني كنتوا تهضروا على النجم العالمي فاني 41 سنة، سي با رونالدو اللي كان صغير فاني. جو بونس كو لاج تاعو فاني أثر عليه، ماشي كيسيون انه يدخل رونالدو راح الفريق الخصم يماركيه نو لاش تاع فاني اثر. جو بونس كو لازم يكون فاني بديل في المستوى. ميدو حارس مرمى منتخب الراس الاخضر فوزينيا الذي لعب مباراه كبيره امام المنتخب الاسباني خرج بتصريحات مثيره قال فيها بانه كان يحلم بنقل والدته أو مرافقة والدته له إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون في المدرجات وتشجعه، لكنه للأسف لا يملك المال الكافي من أجل ضمان تكاليف سفرية والدته. اليوم مساء تدخلت السلطات الأمريكية وقالت له بأن والدته ستكون حاضرة في قادم المباريات وبأنها ستتحمل تكاليف إقامتها. بالفرنسي الفو لو بور اي لارجون دو بور، هذا يلا يو لو بور اي لارجون دو بور. دار مباراة دخل التاريخ. قبل المباراة كان عنده 50,000 متابع، بعد المباراة اليوم يدور 7 ملايين متابع على انستغرام. هذا يقدر يولي انفلونسور مور كوب دي موند، يلا 7 مليون دابوني، يلا تو غاني بالماتش تاع الاسبان.
صراحة فاز بكل شيء، لأنه لم يكن معروفا قبل تلك المباراة بالطريقة التي أصبح معروفا بها الآن. قد منتخب بلده في سن 40 سنة، سان غارديان بريسك سبور يترافاي في الكاب فير. نعم. اوتوماتيكمون شوف سبحان الله كي يفتح عليك المولى عز وجل ما كانش اللي يقدر يشد عليك. صحيح. لذلك انا والله غير ليستوار ديالو سانسيرمون تلهم الناس. نعم. انه ما قطعش الامل في سن 40 سنه جا المونديال وقدم هذيك المباراة. صحيح. وفتحت أمامه الآن كل الأبواب. نعم. أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي أمين بعد نهاية كأس العالم ليختتم مسيرته الدولية عن عمر يناهز 41 عاما بعد ظهوره الأخير على أكبر مسرح في كرة القدم مع منتخب المكسيك. حارس أسطوري. نعم. هذا كل ما نشوفوه نعرفوا بلي زدنا ب4 سنين، ما تنساه كاع، ما تشوفوش كاع وين راه يلعب. خلينا وين راه يلعب بدل الخراب. واحد ما على باله وين راه يلعب. شوفوا تعرف باللي كوب دي موند باللي هاك كبرت ب4 سنين. اوتشوا الحارس اللي عنده شعره طويل تاع المكسيك بصح بون غارديان مليح، حارس تاريخي تاع كل كأس العالم يقدم دورة في المستوى صراحة. نعم. وصلنا إلى نقطة النهاية، لكن قبل ذلك يجب أن نتحدث عن مباراة إنجلترا كرواتيا المصنف الرابع عالميا. إنجلترا يفوز على المصنف ال11 عالميا كرواتيا 4 أهداف كاملة مقابل هدفين. شاهدنا ميدو تشكيلة المنتخب الإنجليزي اليوم، خط هجوم مدجج بالنجوم على رأسهم جوردون بيلينغهام هاري كين. شحال سجل اليوم ميدو؟ هدفين. نعم. بيلينغهام هدف، والقادم من كرسي الاحتياط راشفورد الهدف الرابع. شوف لحد الآن منذ انطلاق هذه الدورة بعد الآن تقريبا كل المنتخبات المرشحة لعبت، لأنه هذه المجموعة 12 مجموعة المنتخب الإنجليزي. كاين 3 منتخبات كونفيرمات لو ستاتيو مرشح. منتخب كبير. نعم. لا مرشح لهذه الدورة. منتخب كبير. فرنسا، الأرجنتين، واليوم المنتخب الإنجليزي. لما توماس توخيل استبعد كل هؤلاء اللاعبين اللي استبعدهم لي بالمير، فودان، لوك شو، ماغواير، ترينت الكسندر ارنولد، انا مانيش نهضر هكذا شي با اكسيتي ولا سي البروميي ماتش جوست. يقدر يحبس مثلا دورته النهائي، لكن لو قدر تحس المنتخب الانجليزي يلعب بيروح مجموعه واحده ما يلعبش بالاسماء. وهذا هو الشيء اللي عمل عليه توخيل في منتخب انجلترا، ليس مثل سيدو معليش برك انت رشحت غير الفرق اللي فازوا. على كاين فرق نهزموا. كاين فرق في هذو نهزموا بصح مستواهم يقدر يخليهم انه يكونوا من المرشحين. نعطيك باغ اكزومبل المنتخب السنغالي ما دارش مقابله مليحه. نو ماشيش مستوى او خسر. نو اسمع لي، لعب مع وصيف بطل العالم، مرشح للتاهل للدور القادم. المستوى الذي مرشح للقب، المستوى الذي قدمه منتخب فرنسي لا يؤهله ولا يقدر المنافسه على كاس العالم. يقدر يافونسي بزاف السنغال في المنتخبات العربيه الافريقيه. ممكن شوف المستوى اللي قدمه ضد المنتخب الفرنسي صحيح ما تقدرش تقيس منتخب على مباراه، ولعب ضد واحد من 3 مرشحين للفوز بالدوره صراحه. اليوم هل نستطيع ان نقول بان كاس العالم يا الاخضر ستبدا في الدور الثاني وليس من هذا الدور؟ لا كاس العالم بدات محمد. بدات لما تشوف انت النتائج تاع الفرق الافريقيه اللي الايجابيات تقدر تقول باللي بدات، ولكن هذا ستواجه بنما اليوم بدايه منتصف الليل. ولكن نظن باللي ابارتير الجوله الثانيه ان شاء الله هنا راح نبداو نشوفوا لي فافوري يبداو يخرجوا بارابور دون شاك جروب. نعم.